اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباح الهنا على عيونكم. يلا بينا بقى نسمي بالله، وهنعمل النهارده تتبيله الشاورما شبه بتاعه بره واحلى. طريقه شاورمه اللحمه بجد هتعتمديها ببيتك، هتبطلي تجيبي شاورما من بره. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا مع بعض ايه. عندي بوله ضفت فيها كوبايه من الزبادي، عصير ليمون، معلقتين من الخل، بصلاية بشراها واخدة المية بتاعتها طبعا. وقطعية اللحمة بتروحي عند الجزار بتقولوا عايزة قطعية لحمة اللي انا اعملها شاورما، بتجيبيها وانتي اللي بتقطعيها، انا اللي مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوريها لكم دلوقتي برضو. ودلوقتي بقى هضيف التوابل: معلقة من الكزبرة، معلقة من السكر، معلقة من الملح، معلقة من السبع بهارات، معلقة من الفلفل. هقلب معلقة من الثوم البودر والبصل البودر. وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها. طبعا التتبيله طول ما انتي بتضيفي يعني تضيفتي شاورمة اللحمة فيها، سيبيها بقى في التتبيلة ساعة ساعتين قبلها بيوم. كل ما تقعد في التتبيلة كل طعمها ما بيكون افضل وبيكون احلى بكتير. طبعا اظبطي الملح بتاعك. هقلب بها المكونات دي كلها مع بعضها. هنزل دلوقتي بقى بشاورمة اللحمة. وهنزل دلوقتي معلقتين زيت. ممكن تضيفي زيت زيتون، لو ما عندكيش زيت زيتون مش متاح عندك ضيفي معلقتين زيت نباتي. هنزل بقى دلوقتي هوريكم دلوقتي. بصوا ما شاء الله انا اللي مقطعاها التقطيعه شبه بتاعت بره بالظبط. وهنا بقى ايه، ضفتها في البوله كده. وهنزل دلوقتي بالزيت وهسيبها بقى في التلاجة. انا كنت عاملاها قبلها بيوم، بجد كانت حلوة قوي، ما تفرقش حاجة عن بتاعت بره خالص، كانت طعمها في حتة تانية. وهنا بقى جبت طاسة وسبتها تسخن كويس جدا. وسر بقى من اسرار الشاورما: لو عندك حتة ليا في التلاجة خدي منها قطعتين كده او 3 وضيفيهم في الجريلا او الطاسة. شوفي انت هتعمليها في ايه الموجود عندك. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بجد بتنقل طعم الشاورما في حتة تانية خالص، بجد بتبقى حلوة قوي. طبعا سبتها اول ما سخنت كده واللي هي ساحت معايا في الطاسة. هنزل دلوقتي بقى بالشاورما. طبعا هعلي النار كويس جدا علشان ما تفقدش العصارة اللي فيها. طبعا لحد ما اخدت اللون ده معايا قلبي بقى فيها كويس جدا. ودلوقتي بقى هنزل بالخضار اللي عليها. هضيف الخضار عليها. طبعا الخضار زي ما انت حابه، انا هضيف بصل وطماطم وفلفل، مش حابه حاجه من التلاتة عادي ما فيش اي مشكله. قطعت البصل بقى كده جوليان بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وقطعت طماطمايه قطع صغيره. وقطعت قرن فلفل، مش حابه تضيفي الفلفل عادي ما فيش مشكله. هقلبها بقى برضو ايه، هنزل الخضار كده ميكس الخضار ده. وهقلبها بقى وهسيبها ايه على نار هادية اللي الخضار معايا يستوي. هنزل دلوقتي بعودين من الكرفس ورشة بقى من النعناع الناشف. النعناع الناشف ده بتنقلها في حتة تانية خالص، شبه بتاعت بره. مش انتوا ما بتجيبوها اصلا من بره بيبقى ليها ريحة كده، بتبقى ريحتها مميزة قوي عن اللي انت بتعمليها في البيت. اهو ده بقى السر من اسرار شاورمة اللحمة: النعناع الناشف ضيفيه. وبجد جربي الطريقة دي على طريقتي، بجد مش هتندمي. الطريقة دي بجد خطيرة. هنزل دلوقتي برضو هسيبها بقى اللي هي تستوي على نار هادية دلوقتي. وايه، هنزل بقى دلوقتي بمعلقة من الطحينة. الطحينة البيضة برضو بتنقلها نقلة تانية خالص. حابة تضيف الطحينة، حابة مش حابة عادي. معلقة طحينة بيضة برضو شبه، بصي هي ما تفرقش حاجة عن بتاعت بره. والله العظيم كل اللي اكل منها قال لي بجد خطيرة، بجد كانت حلوة قوي قوي قوي، شبه بتاعت بره واحلى. تقليبه بقى كويس جدا كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت. وبس كده، بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان